ركزوا معايا. تعالوا بس كده نشوف الديزاين ديت بتتكلم عن ايه، لان احنا مش هناخد فيها حاجات كتير. ندخل مع بعض اهو. انا عايز ايه من الديزاين؟ يعني الديزاين دي هحتاج منها ايه؟ بكل بساطة أنا هتكلم على آخر ثلاثة موجودين على إيدك الشمال هنا. شايف الثلاثة دول؟ أيوان، الله يفتح عليك. أول واحدة ديت اللي هي اسمها إيه؟ اسمها ووتر مارك، اللي هي إيه يا عم؟ العلامة المائية. الله يفتح عليك. العلامة المائية اللي هي يحط لك في نص الصفحة هنا مثلا اسمك، فصفصة مثلا. تمام؟ طب جميل قوي. طب عندك إيه تاني؟ عندك اللي هو البيج كولر، اللي هو ايه؟ لون الصفحه يا سيدي. يعني ايه لون الصفحه؟ يعني تعالوا كده نتك عليها. بص، اول ما بتك على اي لون من الالوان ديت بيلون لي الصفحه نفسها. حلو كده. بيلون ايه؟ بيلون الصفحه نفسها. طبعا احنا في معظم الاحوال طبعا بنستخدم الحاجات السيمبل، يعني الا لو انت في مذاكره دروس او في مذاكره كورسات، فالموضوع مش بيتدقق عليك قوي. انما طبعا في رساله الماجستير، رساله الدكتوراه، الابحاث، طبعا السيمبل سيبها بيض. طب جميل قوي. عندك ثالث حاجه من الثلاثه اللي انا شاورت لك عليهم، اللي هي بيج بوردر. يعني ايه يا عم بيج بوردر دي؟ فهمني، مش فاهم. فين؟ تعالوا نتك عليها. اهو اتكيت عليها. اول ما اتكيت عليها ظهر لي كذا شكل من الاشكال. هي الهوامش. بص تعالوا نتك كده على تاني واحده ديت، هي البوكس، ونتك عليها. اوكي. بصوا عمل ايه؟ عمل ايه هنا؟ حد خد باله؟ ايوه، الحاجات ده اهي. الحاجات ده اهي اللي على حروف الصفحه. فاهمين الفكره؟ طب جميل قوي. يبقى انا دلوقتي هدخل تاني على بيج بوردر، واختار الاولانيه. فين الاولانيه ديت؟ نعمل عليها علامه بس اهي، اللي هي نون ديت، اللي هي ايه؟ بشيل الحاجات اللي هي حوالين الصفحه. تمام. عندك بقى انت اشكال كتيره هنا، بس بعرفك اللي هي موجوده يعني. انت اختار بقى اللي انت عايزه منك. شوف انت ايه الانسب ليك وجربه. انا جربت معاكم اللي هي البوكس. تمام كده. تمام كده. تعالوا بقى، احنا خلاص هي اصلا البيج قرر اغير لون الصفحه. البيج بوردر اللي هي ايه؟ اللي هي الخطوط ديت. طب جميل قوي. طب خلاص انا فهمت الاتنين دول. انا فهمت الاتنين دول وسهلين. تعالوا بقى نتكلم عن الووتر مارك. الووتر مارك ايه؟ اول واحده. اول ما بتتك عليها تمام هيظهر لك كذا شكل. يقول لك انت عايز الشكل الاولاني ولا الشكل الثاني ولا الشكل الثالث ولا ايه بالظبط. فانا هختار حاجه اسمها اللي هي تاني واحده ده، كوستوم ووتر مارك. اول ما بتك عليها يقول لك يا باشا اتفضل، يا معالي الباشا اتفضل. اتفضل اعمل ايه يعني؟ قول له انا بعد اذنك، بعد اذنك اتكلي على حته تكست ده. شايف تكست ده ووتر مارك؟ اتكلي عليه. تعالوا كده نتك عليها ونشوف الدنيا اهي. اتكيت عليه. ايه اللي ظهر؟ لي يلا يا باشا ادخل بقى دخل المعلومات اللي انت عايز تدخلها. اقول له مثلا ايه؟ اقول له اللانجوج، اللغه، انت عايزها عربي ولا انجليش؟ لو انت مش عايزها عربي بقى غير. تمام. طب التكست، التكست ده انت عايز تكتبه ايه؟ يعني هو كاتب لك هنا كلمه اصلي. تمام. انت بقى شوف انت عايز تكتب ايه بقى. عايز اكتب مثلا دلوقتي فصل مثلا يعني. ها. حلو كده. طب جميل قوي. طب والفونت اللي هو الخط بتاعك، فاكرين الخط اللي احنا انواع الخطوط وكده؟ شوف انت بقى نوع الخط اللي انت عايزه. طب جميل قوي. طب والسايز والكلر، الكلر ديت اللي هي اللون بتاع الووتر مارك. حضرتك انت عايزها باللون ايه؟ فلنفترض ان احنا عايزينها باللون الاصفر. ونتك كده اوكي. بصوا ايه اللي هيحصل بالله عليكم. اهو العلامه المائيه في نص الصفحه. فاهمين الفكره؟ بس كده. هي دي العلامه المائيه. طبعا احنا هي شكلها دلوقتي يعني ايه؟ احنا طبعا المفروض نعملها بشكل بروفيشنال اكتر، بس انا بديك يعني خلفيه بسيطه بس اللي انت ازاي تعمل العلامه المائيه.
طب انا دلوقتي فلنفترض ان انا هروح لصفحه تانية. هروح لايه؟ هروح لصفحه تانية خالص. انا دلوقتي ما عنديش غير صفحه واحده على فكره يا جماعه. ما عنديش غير صفحه واحده. هتك ايه عشان يقلب لي على الصفحه التانية؟ هتتك على كنترول انتر. تك على ايه تاني؟ ايوه، كنترول انتر. او شفت قام جايب لك الصفحه التانية على طول اهو، بنفس الووتر مارك، بنفس الهوامش، بنفس كل حاجه انت ظبطتها. تمام. طب انا عايز صفحه ثالثه، تك كنترول انتر. الزرار بتاع كنترول مع الانتر اهو جايب لك الصفحه الثالثه بنفس الهوامش بنفس كل حاجه. تمام كده. لحد هنا تمام. في اي مشكله؟ الدنيا سهله، الدنيا بسيطه. يبقى احنا سريعا سريعا خدنا ايه؟ ها، خليك معايا عشان انا عندي برد الله الوكيل يعني، فانت حاول تلقط من صوتي اي حاجه يعني. فخلاص يبقى احنا دلوقتي خدنا الديزاين. خدنا ايه في الديزاين؟ اخر ثلاثه دول، اللي هو ووتر مارك، وبيج كلر، وبيج بوردر. تمام. الموضوع بسيط، الموضوع سهل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.